انت قابلت دكتور مرسي؟ قابلت دكتور مرسي. ايه طبيعه الحوار اللي كان بينكم؟ نصحت من النصائح اللي قدمتها، طلبت ان تصبح اول زياره دكتور مرسي للكاتدرائيه. اول ايه؟ اول زياره للكاتدرائيه. وان يجب ان دي تكون الزياره الاولى. ليه؟ وساعتها تحجج، مش هو اللي رد، بعض الموجودين، ان حتى الرئيس مبارك ما راحش. انا معلش هقطعك، هو كان الاجتماع بدعوة اعلاميين ولا كان اجتماع خاص بشكل خاص؟ لا كان اجتماع مش بشكل خاص، لا بدعوة، ومن ضمن الناس كل الناس راحت ودعت في اول، وكلنا كنا متفائلين وما كناش متخيلين ان هو ياخد المركب بهذا الشكل. لان انا بعتبر كمان ان دكتور مرسي شريك رئيس في كل ما يحصل في البلاد، ان لم يكن الشريك الاكبر. إن لم يكن الشريك الأكبر في كل ما يحدث، ويتحمل وزر كل شيء، لأن هو كان أكتر بني آدم عنده فرصة تاريخية إنه يعمل حاجة وما عملهاش. فنصحت بده، فساعتها البعض يتحجج حوالين إن حتى الرئيس مبارك لم يفعل ذلك. فقلت الرئيس مبارك ما كانش رئيس من تيار إسلامي، البلد ما كانش عندها مخاوف، واخواتنا وشركائنا وشركاء البلد عندهم تحفظات وعندهم قلق، محتاجين تطمينات. الرئيس مرسي محتاج انه يوصل الرساله دي والرساله دي بقوه، ولم يتم الاستجابه زي اللي دي، زي ما عشرات الناس نصحوا، حتى زعماء المعارضه نصحوا، قيادات القوات المسلحه نصحت، الفريق السيسي نفسه نصح، واعتقد كل دول مارسوا اللي انا عملته. لو جينا نلوم تاني ارجع لنا نقطه مهمه جدا، معلش انا برجع لها، اللي هي حكايه انك انت كنت شايف فيه وبتاع. هو الفريق السيسي كان شايف مرسي مانديلا لما حاول ينصح له اللحظه الاخيره قبل ما يطلع البيان، حاول ينصح للحظه الاخيره عشان ينقذ البلد. كل حمدين صباحي البردعي مع حفظ القاب الجميع حاول انه ينصح عشان يعمل بلد، ولكن على قلوب اقفل.